الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من استاد القاهرة أحييكم، ومعكم على الهواء المعلق الرياضي محمود بكر والمخرج محمد نصر، حيث اللقاء الثاني لمنتخب مصر للشباب تحت 17 سنة ضمن نهائيات كأس العالم 97. أدعو الله من وسط 100,000 مشاهد في استاد القاهرة، علاوة على الملايين أمام الشاشة الصغيرة، أن يكون النصر حليف أبنائنا اليوم إن شاء الله، لتكون انطلاقة رياضية على أسس سليمة بإذن الله على يد المسؤولين بمصر. زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة أسماء أبنائنا، أسماء الفريق المصري. بيمثلوا النهاردة أحمد إكرامي لحراسة المرمى، قدامه هاني زكريا رقم 6، اثنين مساكين عمرو أحمد 13 وأشرف عبد المطلب 12. على الجنب اليمين جمال أبو الخير، على الجنب الشمال ياسر حسن 3 وجمال 2. نص كرة أمريكا الجنوبية، وهي الثالث بعد البرازيل وأرجنتين في الترتيب في التصفيات. انطلقت صفارة الحكم، ودينيس رقم 4 بدماغ تتلعب عكسيه ويلعبوها كويس قوي قوي، يلعبوها كويس قوي، واحمد بلال يلعبها يغمزها بدماغه، لسوء حظ كبير جدا لاحمد بلال وعكسيه من احمد حلوه لجمال ابو الخير الباك اليمين، وابو الخير يلعبها حلوه لمحمد الحفناوي وتروح مره ثانيه لجمال ابو الخير، وبنلعب كره عرضيه في منتهى الخطوره، هوبا جول، ممكن جول تخبط وممكن ثاني ضربة مرمى شوطين من العربي وبين الحفناوي اهو. شوف حضراتكم 14 محمد عيد يشوط، سوء حظه تخبط المدافع يخطفها، تتلعب اماميه وبيجري عليها اخوان ويلعبها بالعرض، انما تتقطع الكوره وتتلعب اماميه. يمتصها كويس قوي العربي ويلعبها بينيه حلوه قوي لمحمد، ويبص بقى محمد وهو بيجري يبص ويبص بقى ممكن ويبص ممكن جول 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 جول. اشرف ايه الكوره اللي متمرنين عليها، اللي بقول لحضراتكم من الصبح اللي مميزين بيها الفريق المصري، وبص بدري ولعبها وعدت لاشرف، والهدف الاول للفريق الوطني بعد 36 دقيقه من الشوط الاول. تتقدم مصر بهدف جميل لاشرف صالح. اشرف يا صالح في الدقيقه 36 من الشوط الاول يحرز هدف جميل من جمله تكتيكيه حلوه متمرنين عليها اهو. شوف ماشي محمد وزقها من قدامه، وادي المتابعه ويلعبها حلوه قوي ارضيه برازيليه، وعدت من واحد ولحقها الثاني اشرف مره ثانيه اهو. عيد اللي عامل مجهود متمرنين عليها، وكل اجوان اللي بتيجي للفريق الوطني من الاجناب، وحاجه جميله جدا. كره عرضيه برازيليه يصطادها على طول الجنب اليمين بتاعها بقياده اشرف، مره رابعه ومره خامسه كمان وسادسه، لانها هدف جميل 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 زي ما حضراتكم شايفين. ويتابع اشرف على طول، لان دلوقتي احرج لحظات المباراه ايوه كده، ويصطادها كلاوديو، ويصفر الحكم المكسيكي خيلبرتو اليكلا بانتهاء الشوط الاول بعد دقيقه وقت بدل ضائع، بتقدم الفريق المصري بهدف جميل احرزه اشرف صالح في الدقيقه 36 من. سيداتي انساتي سادتي، الى ان مرة أخرى سيداتي آنساتي سادتي، وأحداث الشوط الثاني من لقاء مصر مع شيلي. انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدف أحرزه أشرف صالح في الدقيقة 36. فريق شيلي طبعا الفريق المصري بادئ الشوط الثاني بحذر، على أمل ان وضع طبيعي ان هم هيهاجموا، والحمد لله ضربه حره مباشره تتلعب لاخوان بيبروس زي ما حضراتكم شايفين اهو، ولازم يصحصحوا شويه الاولاد، والحمد لله ده لازم يلعبها قصيره لاشرف صالح تتخطف في مساحات فاضيه في خط ظهرنا، وبيرقص وهيغطي وفوق
فوق من الونسو. الراجل ده بيجي من الخلف للامام، بيجي من الخلف للامام، وبعدين خط الظهر بتاعنا مفتوح مش عارف ليه في الشوط الثاني. كان مظبوط جدا، كان في عمق من هاني اتنين قدامه مساكين، وكان رقم 5 الحفناوي مقفل كده، هم مسكوا منين نص الملعب. ادي 15 هيطلع 13 عمرو احمد من مصر وينزل رقم 15. بدأ محمد علي يدعم في دفاع الحفناوي، يلعبها لجمال، وجمال يلعبها لاشرف. اول كره متزنه في الشوط الثاني اهو من الجنبين، وعلى طول ويلعب فوق 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 فوق، طلع فوق العربي بمنظره كان يركب من فوق لتحت. انما اول هجمه اهو منظمه للفريق المصري في الشوط الثاني، كان لازم يطلع ويركبها من فوق، انما ده اللي لعبها كريستيان مره ثانيه وياخدها فريق الشيلي، وعكسيه في المساحه الفاضيه وحطه قدامه والهدف التعادل يحرزه مانويل رقم 16 اللي نزل في بدايه الشوط الثاني. مانويل رقم 16 يحرز الهدف التعادل لتشيلي في الدقيقه 20. في الدقيقه 20 يحرز مانويل من كوره طويله مقطوعه من هجمه مرتده. مانويل في الدقيقه 16 من الشوط الثاني اهو، هنشوفها مره ثانيه اهو، مفيش عمق دفاعي وعدت الكوره ولسه ما سخنش محمد المطران، وعدى رقم 16 مانويل ويحط كوره على شمال اكرام اهو، هنشوفها مره ثانيه. وخمسه الحفناوي هو اللي كان معاه، حطه قدامه ولعبها بشماله زي ما حضراتكم شايفين، تعدي الكوره. معلش المهم الهدف ده اكيد هيعمل عمل السحر بالنسبه لاولادنا، وتتلعب الكوره وتوصل لعبده يشوط وترد مره ثانيه على حدود المنطقه. مره مباشره يلعبها كريستيان بايده، انما الحكم ما شافهاش. وجوسمان يلعبها ل10 ميلوفان واكرامي ويمسكها اكرامي. برافو من تصويبه لموليفان. هنشوفها مره ثانيه اهو، ووسع لنفسه وبشماله يشوط ومسكها اكرامي. تتلعب الضربه الحره المباشره، انذار اهو العربي محمود. وهجمه لفريق مصر، جمال لاشرف لجمال، واثنين خبطوا في بعض في خط ظهر فريق مصر. ان شاء الله يقوم سلام لاعب مصري رقم 12 اشرف عبد اللطيف، الظاهر اللي هم ضربوا في بعض في كره مشتركه، وان شاء الله يقوم الماديه وكل الامكانيات المعنويه لنجاح هذه الدوره ونجاحها تقريبا. وطلع كارت طلع كارت احمر تقريبا. هنشوف ايه بالظبط. هنشوف الحكم عمل ايه وطلع كارت لمين. الاثنين اصطدموا ببعض اهو. 9 جوسمان وطلع اشرف عبد اللطيف رقم 12 كارت احمر. طلع له كارت احمر واعتبره اهو ان هو ضرب جوسمان من غير كوره. يبقى كده ان شاء الله يعدوا سلام. وادي هينزل 17 من مصر الخطيب مصلح. هنشوف مين اللي هيطلع. اشرف صالح عمل مجهود كبير جدا جدا وكان وجاب هدف مصر، والشوط الثاني مجهوده قل. هيطلع اشرف صالح وبعد ما عمل مباراه طيبه جدا وخسر في الشوط الاول، تروح لكلاوديو اللي بيطلع من خلف الامام، انما تتقطع الكوره وبيشوط وتمشي كوره بالعرض وحاسب. والحمد لله رقم 10
10 لعيب كبير بتاعهم قوي ميليو ايفان استلم شوف استلم الكوره وهو بيشوط دينيس استلم الكوره وغير اتجاهه، انما الحمد لله يبقى ضربه مرمى لرسم اللقاء الثالث والاخير. تتلعب الكوره وبنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت البدني الضائع، واخيرا يصفر الحكم المكسيكي خيلبرتو الكلار بانتهاء الشوط الثاني والمباراه. ما نعرفش بيحتاجوا عليه في ايه، بتعادل الفريق المصري والشيلي بهدف لكل منهما